حافلة فاس. إصابة أزيد من 50 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة بفاس. حوادث 30 سبتمبر 2024 9:49 أوبر. حمزة غطس. أصيب أزيد من 50 شخصا بجروح قبل قليل 30 شتنبر 2024 إثر خروج حافلة تابعة لشركة سيتي باص فاس عن مسارها الطبيعي وانزلاقها أسفل منحدر في منطقة باب الكيسة. وأفادت مصادر محلية أن حادث الانقلاب جاء نتيجة تعطل فرامل الحافلة، وهو ما أدى إلى صعوبة السيطرة عليها من قبل السائق وسقوطها في منحدر على جنبات الطريق الرابطة بين مركز المدينة وباب الكيسة. وحسب المعطيات الأولية تضيف المصادر فقد تم نقل حوالي 52 شخصا حالتهم غير خطيرة إلى المستشفى الإقليمي الغساني لتلقي الكشوفات الضرورية، فيما تم نقل 5 حالات حرجة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسني للثاني. هذا وعرفت هذه الحادثة حالة استنفار واسعة لمختلف المصالح الأمنية ورجال السلطة الذين انتقلوا إلى مكان الحادث فور علمهم بالواقعة.